السلام عليكم. آه صباح ال صباح الأيام اللي ريحتها مدات وامتحانات وحاجة زي القرف والله يا جدع. آه مش عارف يا جدعان والله، يعني الواحد الأيام دي حالته كرب. امبارح نزل جدول المدات بتاع سنة رابعة اللي أنا لسه بادئها من 4 أسابيع، والأربع أسابيع عدوا كده اللي هو هوا حرفيا. يعني فخلاص جدول الامتحانات نزل وشهرين وهنبدأ نخش في المدات والكلام ده. هم شهرين طوال بس هيعدوا هوا والله، مش حاسس بيهم انا عارف. آه فكنت اليومين اللي فاتوا كنت حابب يعني بدأت كده فاهم، انوي كده فاهم، واللي هو ها يلا نلتزم وبتاع ما الموضوع صعب فشخ يا جدعان ان انت تقعد كده وتلتزم. ومش عارف يعني، مع ان يعني انا اكتر حاجه بتحيرني في الموضوع اني كل ما بحط في دماغي ان انا لازم التزم مش بعرف التزم. يعني دي يعني مش فاهم. طب فين المشكله؟ يعني لما بدات اجرد وبدات اشوف كده شويه ايه اللي بيحصل في دماغي، اكتشفت الموضوع بالنسبه لي بي يعني بيتمحور حوالين 3 حاجات يعني. انا مش حابب اطول يعني، هدخل على طول. آه بالنسبه لي اول حاجه وبشكل اساسي هي نقطه العبء النفسي اللي انا بعمله او الحمل اللي انا بحطه على نفسي لما اجي التزم بحاجه. آه لما مثلا ابقى عايز اذاكر مثلا النهارده 4 محاضرات مثلا، او انا عايز اذاكر عموما، اقول لنفسي يلا يا يوسف ذاكر 4 محاضرات بطنه النهارده. 4 محاضرات بطنه ده رقم كبير فشخ ان انت تذاكره في يوم اساسا. بس هي دي نقطه ان انا بحط على نفسي حمل او بحمل على نفسي، ان انا بحط توقعات زياده، ان انا توقعات عاليه. ودايما معروفه التوقعات العاليه بيكون معاها احباط. يعني لازم انا اتوقع ان انا هعمل حاجه معينه، فهي توقعات عاليه فشخ عليا، فده بيشلني بشكل ما ان انا ابدا. ولو بدات بشكل ما مش هقدر اكمل، وبالتالي ده هيخليني احبط والموضوع هيبوظ يعني. فدي كانت اول نقطه باختصار. تاني نقطه اللي هي كانت آه اخويا البرفكشنزم، اخويا اللي مدمرني في حياتي. المثاليه، ان انا محتاج اكون كامل، ان انا محتاج اعمل كل حاجه بشكل مفيش حد عمله زي كده. وهي غالبا مشكله المثاليه بقى في نقطه تاني، ان المثاليه بتخليني مستني احساس معين ولحظه معينه، ولازم اكون رايق كده فاهم، اللي هو ايه مستقنيص انا كده لازم هنا اكون رايق. ف المثاليه بتخليني مستني حاجه معينه، وطبعا بما ان غالبا الحياه مش هتديني الحاجه المعينه اللي انا مستنيها دي، فانا مش هبدا. فالمثاليه مش هتخليني ابدا يعني. وهي دايما مش بتخليني ابدا. آه... المثاليه بتخليني افكر كتير. يعني المثاليه انا كيوسف، لا انا هفضل افكر لكن وهسرح كده في خيالات كده وحاجات انا راسمها في دماغي. انا مش هلاقيها على ارض الواقع، بس لا انا هفضل فاهم نايم كده في حفرة المثالية اللي في دماغي. آه دي مشكلة عويصة يعني. تالت مشكلة بالنسبة لي كانت اني دايما بربط النتائج بقيمتي انا كيوسف، بقيمتي انا كشخص. الشغل اللي انا بعمله انا دايما رابطه بالقيمة بتاعتي. ده بشكل ما هو مش غلط، لان لا انت لازم احنا كبني ادمين هنستمد القيمه بتاعتنا من الحاجات اللي احنا بنعملها. اكيد يعني اكيد لو انا في مكان معين فهستمد قيمتي من المكان اللي انا فيه ده. تمام. بس احنا بنستخدمه بشكل غلط، بنستخدمه بشكل اوفر وبشكل زياده عن اللازم. وده بيعمل يعني، ده بيدخلنا في دايره مفرغه من ال3 حاجات اللي انا اتكلمت عليهم ده. ايه؟ انا مثلا هذاكر محاضره بطنه مثلا، هذاكر المحاضره دي وهعمل والله دخلت وعرفت ان في حاجه اسمها
سمارت جولز وازاي اعملها وازاي اطبقها وبتاع، وان انا لازم اعمل التاسك المعين او الهدف المعين اللي انا عايز اخلصه في وقت معين. تمام. طب انا ما خلصتوش في وقت معين، يبقى انا كده قيمتي قلت، يبقى انا كده قليل، انا كده مش كفاءة. فاللي هو ايه، ده بشكل ما المره الجايه لما تيجي تعمل نفس الحاجه، ان انت تذاكر او ان انت تشتغل او ان انت تعمل اي حاجه، هتفتكر من المره اللي فاتت ان انت كنت قليل، فده هيخليك تاجلها بطبيعه الحال يعني. ف والفكره ان هما 3 حاجات كلهم بيدخلوني انا كيوسف في دايره مفرغه. مش بعمل حاجه غير ان انا ادخل في اول نقطه بتاعت الاحباط، وبعد كده ادخل في المثاليه عشان اعوض الاحباط اللي انا حسيت بيه. بعد كده ابدا اعمل التاسك ما اعملوش كويس مثلا، لان انا جاي على نفسي وانا بعمله ان انا محبط اساسا، وحاسس ان انا لازم اعمله بشكل مثالي، فمش بعمله كويس، فبحس ان القيمه بتاعتي قلت او ان انا مش كفاءه، فنرجع لنفس النقطه. فهما ال3 حاجات. اول حاجه هي نقطه التوقعات العاليه اللي يوسف بيحطها لنفسه، واللي بتعمل عليه عبء نفسي غبي حرف، هو غبي يعني، المشكله ان هو غبي. تاني حاجه هي المثاليه اللي بتخليني دايما مستني حاجات احس بيها عشان ابدا اعمل فيديو مثلا، اذاكر مثلا، اخلص بروجكت معين مثلا. تالت حاجه اللي هي ايه، ان انا رابط النتيجه دايما بقيمتي. يعني بحاول افهم برضو ازاي اطلع من الدايره المفرغه دي بشكل ما. واللي لقيته انا ليا كيوسف هو حاجتين غالبا هما اللي بلاقي فيهم يعني ايه حل ان انا اطلع من الدايره المفرغه دي. اول حاجه اني دايما اعامل نفسي، او الاسلوب او الحوار الداخلي مع نفسي اللي جوه دماغي يكون حوار نابع من رحمه ولين، ان انا ما اكونش شديد، ما ارفعش الكرباج على نفسي وانا شغال، واني لازم اعمل ولازم اخلص، ولو ما خلصتش فانا قليل. لا، انا لازم اكون يعني في حوار داخلي رحيم مع نفسك، عشان ده هيحركك. ودايما هتلاحظ ان اي تقدم بتعمله في حياتك بشكل ما هيكون طالع من حوار رحيم. ولو طالع من حوار جلاد وحوار جلد الذات فيه هو اللي شغال، مش بيكمل بشكل او باخر يعني. تاني حاجه هي ان انا دايما ابدا بستبس صغيره، ان انا ابدا بحاجات اصغر عليا من اني ااجلها، ودايما اكافئ نفسي على الحاجات دي. ويعني مثلا اني مذاكره 4 ساعات مش هتيجي بان انا اقعد 4 ساعات على الكتاب، هي يعني ممكن تيجي باني اقعد اذاكر ساعه واحده 4 مرات، او اذاكر نص ساعه مثلا 8 مرات. ستيب صغيره وتكررها. المثال ده ممكن يكون مثال كبير يعني شويه، مش احسن مثال، بس هي دي النقطه. ستيبس صغيره وحوار يكون لطيف مع نفسي. بس كده، ده اللي كان في دماغي. اتمنى يكون كفايه انه ويكون مفهوم، ان ارجع افهمه شويه بعد كده. هبدأ يومي غالبا، انا بادئ يوم متأخر النهارده، سلام. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.